التركي الأخير هذا الصباح على شمال وشرق سوريا، والقصف شمل جميع خطوط التماس من ريف حلب حتى ديريك. وكان هذا القصف بالطيران الحربي والمدفعية. لماذا هذا القصف وفي هذا الوقت بالذات؟ قلناها سابقا، تركيا لابد أن تفعل شيء من أجل الانتخابات المقبلة، والوضع بالنسبة لحزب العدالة والتنمية يتراجع لدى الشعب التركي، وتريد تثبت للشعب التركي بأن العدالة والتنمية قادرة على القضاء على أعداء تركيا، وهم يوهمون الأتراك بأن قوات سوريا الديمقراطية الإدارة الذاتية هم أعداء الأتراك. فبالتالي هذا القصف بهذا الوقت وشمل جميع المناطق، قصف على النقاط العسكرية والنقاط المدنية بنفس الوقت، الغاية منها هي إرهاب الشعب داخل شمال وشرق سوريا وتفكيك النسيج الاجتماعي، ودفع المجتمع الموجود على الشريط الحدودي أو على خطوط التماس للهجرة من هذه الأماكن، والغاية منها التغيير الجغرافي والديموغرافي لهذه المناطق. طبعا القصف مستمر، ومن المتوقع أن يستمر في الأيام القادمة، لكن تكون بوتيرة أخف، والغاية منها تركيا تريد ما هو رد فعل المجتمع الدولي. إن كانت هناك ردود فعل من التحالف الدولي ومن روسيا ولهجة قوية تناسب هذا التصعيد وهذه الضربة، ستتوقف عند هذه الضربة. لكن إذا وجدت هناك سكوت أو لهجة أخف حدة، وطبعا سابقا قبل أيام صرحت القنصلية الأمريكية في كردستان العراق بأن هناك عمل محدود لتركيا داخل شمال وشرق سوريا، وعلى ما يبدو هذا هو العمل المحدود شمال وشرق سوريا. كل ما هو مطلوب منا كشعب وقوات عسكرية في شمال وشرق سوريا هو الثبات، وعلى شعبنا مساندة قوات سوريا الديمقراطية لا للقتال إلى جانبهم وحملة السلاح، فقط الثبات في منازلهم وبيوتهم وتكون حياتهم طبيعية، وقوات سوريا الديمقراطية لا تريد الحرب. لكن إذا هاجمت تركيا فقوات سوريا الديمقراطية على استعداد أن تصد أي هجوم، وهي قادرة على ذلك. لكن الغريب في الأمر ما هو مواقف هذه الدول الموجودة والمسيطرة على الأجواء السورية في شمال والشرق بالذات، من روسيا وأمريكا. لماذا سمحت للطيران الحربي بالدخول بالأجواء السورية؟ هل هو ضوء أخضر أو هو استفزاز من قبل تركيا لهذه الدول؟ سنجد الرد في الساعات والأيام القادمة من قبل التحالف. أما بخصوص النظام يملك سلاح مضاد للطيران، لديه سلاح حديث،
لم يحرك أي ساكن النظام، ولم يدلي بأي تصريح حتى هذه اللحظة. وما نتوقعه هو اتفاق بين الأتراك الأمنيين والأمنيين السوريين، وقد تكون هذه الضربة من ضمن الصفقات اللي تم الاتفاق عليها بين الأمن التركي والأمن السوري. ولا نتوقع من النظام كالسابق أن يكون له رد فعل إيجابية، أكثر ما نتوقع منه أن يكون هناك تنديد بهذا القصف على الأراضي السورية. الحقيقة الأيام والسنوات اللي مضت منذ بداية الثورة وحتى اليوم أثبتت بأن هناك المصالح الدولية أكبر من مصلحة الشعوب. ونحن كشعب سوري، إن كنا في شمال وشرق سوريا أو كنا في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة، نحن من يدفع الثمن هذا الشعب. ونتمنى من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يكون لها موقف واضح وصريح يتناسب مع هذا الاعتداء، لأنه الاعتداء كبير وشمل جميع خطوط التماس من منطقة حلب حتى منطقة ديريك. ما نتمناه من أهلنا الثبات في منازلهم، ولا ضرورة للخوف والهلع أو ترك منازلهم. قوات سوريا الديمقراطية قادرة أن تدافع عن هذه الأرض.